والله حضرتك حاجة كويسة، حاجة كويسة أوي يعني إن إحنا فكرنا في حاجة زي كده. هو نعرفه يا عم ان الريس هو 10/10، بس احسن حاجه هو الريس حسني مبارك. هو 100 وهو اللي بيقوله 100. ما اعرفش عنها حاجه والله. انا لسه جديد هنا لسه. لا والله ما عنديش فكره الصراحه. احنا عايزين ناكل عيش. والله صدقني انت موافقوا ما وافقوش ماشيه وخلاص. التعديلات الدستوريه فيها كويس وفيها وحش. والله التعديلات الدستوريه الجديده لصالح طالما هتمنع الارهاب، طالما كده خلاص يبقى تمام. لا ما عنديش فكره. تعديل الدستور يعني حاجه يعني ممتازه، اصلاح للشعب. التعديلات الدستوريه هو في تعديلات دستوريه مش موافق انا على كده. لو انا لسه ما عرفتش بالظبط ايه الحاجات اللي هتتعمل، مش عارفه. التعديلات الدستوريه كويس الحمد لله، حلو. والله حاجة كويسة وموافقين احنا عليها يعني، لأنها تعديلات كويسة ورائعة تخدم الشعب المصري كله. احنا موافقين كلنا على اي حاجه تحصل في البلد دي. الدستورية يعني ايه؟ الدستور يتم تعديله، ايه رايك فيها؟ مش فاهمة انا الدستورية والكلام ده والله. لا انا ما اعرفش حاجة في الدستور. ان شاء الله خير، كويسه باذن الله وتكون مصلحه للبلد. ولا اعرف عنها اي حاجه حضرتك. والله احنا تبع القانون، يعني اللي يمشي علينا يمشي على الناس. اعرف ان اي تعديل مش من الجمهور او مش من الشعب، من الناس اللي ماسكه البلد. اولا رايي في التعديلات ان اهم حاجه في التعديل البند اللي عايزين يعملوا بتاع قانون الارهاب ده. طبعا ده حاجه ما يرضاهاش اي انسان لا ادمي زيه. فيعني كونوا هم يقبلوا بحاجه زي كده ده يبقى معناها قمه المهزله، اللي هي ان قانون الارهاب عايز يلغي قانون الطوارئ. قانون الطوارئ كان بيتسعى انه يتلغى، فيقوم ما يلغيش قانون الطوارئ ويقول لك لغينا قانون الطوارئ وينزل قانون ارهاب اللي هو انقح من قانون الطوارئ واقوى منه وسلطه اكبر من قانون الطوارئ. فيعني المفروض ان البلد ما هياش متحمله، مش مستحمله. لا والله تقريبا 25. حوالي 4 مادات كده وما في 5. اعتقد 17. انا بعتقد مادتين تقريبا حاجة و30، 35 مادة تقريبا 36. لا مش ما عنديش فكره عن السياسه. اسمع ان هم 6. 34 طبعا. والله مش عارف بالظبط، مش متاكد بالظبط. لا والله ما اعرفش. يعني حوالي اكتر من 125 ماده تقريبا. لا مش مهتم اعرف، لاني مش عايز حاجه تتعدل بصراحه. 32 مادة. احنا مش فاهمين اي حاجه. 34 تقريبا. انا ما اعرفش والله. يعني اللي انا اعرفه معلومات 34. لا والله لحد دلوقتي ما نعرفش. ما اعرفش يعني، تبع نفسي. إن شاء الله. انا عندي شغل ما ينفعش ان انا اروح. ودي مش هتروحي؟ ما ينفعش. الحمد لله معيش بطاقه انتخابيه. إن شاء الله طبعا لازم نروح ونوافق على كل التعديلات لأن حاجة في خدمة الشعب كله يعني. ان شاء الله. طبعا مش بلدي. هروح طبعا ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يسهل. ان شاء الله باذن الله. والله النتيجه معروفه سلفا، يبقى ما فيش داعي للاستفتاء ولا حاجه. السلام عليكم. شكرا. ان شاء الله. ان شاء الله لازم إن كلنا نشارك يعني. ان شاء الله لو كنت موجود في مصر هشارك فيه. هقول لا طبعا. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نشوف كده نشوف وربنا يسهل ان شاء الله. في الخير ربنا يقدمه. شكرا. لا مش هروح. ما انا ما اعرفش يعني ايه الدستور اصلا، انا الراجل مش متعلم. اللي نعرفه ان الرئيس هو 100 يا عم، بس ما نقدرش نقول لك اكتر من كده. وسلام عليكم.